تعتبر زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى لوزير خارجية مملكة كمبوديا إلى المملكة المغربية، وهي زيارة مهمة لأنها ستشكل نقطة تحول مهمة في علاقاتنا الثنائية، وستفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين. وأود بهذه المناسبة أن أنوه عاليا بجهود سعادة السيد خاك سكون المستمرة لتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، وهذه الزيارة خير دليل على ذلك. بين المملكة المغربية ومملكة كمبوديا كاين علاقات قديمة وعلاقات متجذرة. الأمر يتعلق ببلدين بمملكتين عندهم حضارة، عندهم تاريخ قديم، بعلاقات كانت دائما قائمة على الاحترام المتبادل وعلى التضامن. ما نساوش بأن المغرب كان شارك في عمليات حفظ السلام في كمبوديا في بداية التسعينات، في إشارة إلى تضامنه ودعمه للعلاقة مع هذا البلد الآسيوي الصديق. هذه الزيارة كانت مناسبة للتأكيد على الالتزام المشترك للمغرب وكمبوديا بتعزيز هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى. ونحن نحتفل هذه السنة بمرور 27 سنة على إقامة العلاقة الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. وكانت كذلك مناسبة اتفقنا على مجموعة من القضايا ومجموعة من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية. أولا اتفقنا على أننا سنشتغل على زيارة قريبة لفخامة وزير الأول لمملكة كمبوديا سعادة هون سين قريبا إلى المملكة المغربية. اتفقنا كذلك في مجال العلاقات الاقتصادية اتفاقية بالإضافة للاتفاقية اللي وقعنا اليوم حول الخدمات الجوية، هي جزء الاتفاقيات اللي قريبة للتوقيع، منها اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات. هذه الزيارة وهذا تعزيز العلاقة كيجي كما تعرفون في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس لتنويع شراكتنا والانفتاح على فضاءات جغرافية ومجالات إقليمية أخرى. وفي هذا الإطار كان جاء تعزيز العلاقة بين المغرب وآسيا اللي كمبوديا عنصر أو بلد فاعل فيها، وكنشكر معالي الوزير وكمبوديا على دعمه لتعزيز العلاقة بين المغرب وآسيا في إطار منظومة SDP بين اللي غتمنح المغرب. كذلك كنعتمدوا كثير على كمبوديا لتعزيز العلاقة بين المغرب ولجنة الميكونغ ريفر اللي زار الأمين العام ديالها المغرب مؤخرا، ووقعنا على برنامج عمل خلال 5 سنوات القادمة لتعزيز العلاقة مع هذه المنظومة الاقتصادية. جو التعايش واحترام اللي كتلقاه الأقلية المسلمة في هذا البلد، ونحن سندعم هذا الترشيح وسنعمل على أن ينجح خلال القمة المقبلة. هذا اللقاء بيناتنا اليوم كان مناسبة كذلك للشكر لوزير كمبوديا على موقفها البناء من قضية الصحراء المغربية منذ سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في هذه 21 سنة، واليوم كاين مواقف إيجابية لهذا البلد إزاء هذه القضية
المهمة للمغرب والشعب المغربي. اتفقنا كذلك على أن نعزز آليات التشاور السياسي، وتنعقد لجنة الحوار السياسي خلال السنة المقبلة في طنوبيل. كما اتفقنا على تعزيز العلاقات الإنسانية بين البلدين. وفي هذا الإطار أخبرت زميلي بأن المغرب قرر الرفع من منح الدراسة للطلبة الكمبوديين من 5 إلى 20 منحة سنويا انطلاقا من هذه السنة. المغرب وكمبوديا يمكن يشكلوا واحد الآخر جسر للعبور إلى منطقة الآخر. المغرب يمكن يكون هو جسر كمبوديا للعبور إلى شمال وغرب إفريقيا والعالم العربي، كما أن المغرب يمكن يعتمد على كمبوديا تكون جسر للعبور إلى منطقة آسيا وإلى هذه الفضاءات المختلفة اللي كتنتمي لها مملكة كمبوديا. أما على مستوى التعاون متعدد الأطراف فقد أعربنا عن ارتياحنا للتنسيق القائم بين المغرب وكمبوديا داخل المنتديات الدولية، واتفقنا على مواصلة هذا التعاون مع تبادل الدعم لترشيحات بلدينا. وأود هنا أن أشكر مملكة كمبوديا على دعمها لترشيح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة للفترة 28-29، وكذا لنيل صفة شريك للحوار القطاعي مع آسيا. وأجدد كذلك دعم المملكة المغربية لكل الترشيحات التي تقدمها مملكة كمبوديا في المنظمات الدولية والإقليمية. ختاما أريد أن أؤكد أن التعاون المغربي الكمبودي يسير بشكل شديد، وزيارتكم معالي الوزير اليوم ستشكل نقطة تحول مهمة في هذه العلاقات. اتفقنا على بيان مشترك اللي فيه إشارة إلى مجموعة من هذه القضايا، ويتم التوزيع ديالو عليكم الآن مباشرة بعد هذه الندوة الصحفية. Can only concur with you, Minister, on your remarks regarding the excellent status of our relation, which so happily exists between our countries. I'm honored to be the first foreign minister to visit Rabat, and this is my very first visit as well. And the visit is aimed to further strengthen these bilateral relations and to explore together something that we have done earlier, to explore together ways and means to advance those relations further in the fields of economy, trade and investment, tourism, education, for increasing the number of scholarships. Also on culture, people-to-people exchanges, and we also touch on parliamentary cooperation among many other fields of cooperation. We have agreed to work on the roadmap to push further those relationships, and we also agreed to push for the finalization of a number of documents to be signed soon, especially during the forthcoming visit of our Prime Minister, who has accepted the invitation of your Prime Minister to visit Morocco, and two of them are very important for our business. Is the agreement on promotion and protection of investment, and the agreement on avoidance of double taxation between our two countries. As my visit coincides with the month of Ramadan, I would like to extend my best wishes to all those observing this holy month. Cambodia respects this annual observance of fasting, prayer, reflection, and community.
I'm very pleased with our interaction. Last year, Minister Bourita and myself had a fruitful discussion via video conference, and our high-ranking officials also held their first political consultation via video conference as well. And His Excellency Mr. Rashid Albi Alami, President of the House of Representatives, attended for the third IPA General Assembly last year as well. And he made a very interesting remark saying that Cambodia is considered as a representative of Morocco in Southeast Asia, and Morocco as a representative of Cambodia in Africa. We have just echoed that assessment, Minister. So the interaction and his above statement illustrate well the strong fact we applaud the remarkable economic, social development, stability and prosperity of Morocco under the wise leadership of His Majesty King Mohammed VI. I told Minister Bourita that what we have seen of Morocco is that Morocco is also playing a very important role in the region, politically by promoting South-South cooperation, economically by investing in African countries, and in terms of security by helping for stability in Libya and in Mali. Our two countries share many common points. Both kingdoms are blessed with rich cultural heritage and treasure, and I have taken an example about the Kashbah Mosque in Marrakesh, which was built at the same period of time as our Khmer Angkor Wat temple, which is the largest religious structure in the world. We share convergent perspective on many regional and international issues. We are committed to multilateralism, global peace, security, stability and development, as well as lending mutual support in many international organizations. In this spirit, Cambodia thanks Morocco for its support to Cambodia's candidacy as observer of the OIC, and it is our intention to build closer relations with all OIC members, and it is guided by our religious harmonization and peaceful coexistence with our Muslim minority in the country. We have also approached the issue of Western Sahara, and I expressed the position of Cambodia in fully supporting the effort undertaken by the UN Secretary General and his special envoy in accordance with parameters defined by relevant UN Security Council resolution. And Cambodia highly appreciates Morocco's serious, realistic, and credible effort to find a peaceful solution to Western Sahara question through negotiation. I also reiterate Cambodia's full support for Morocco's application for ASEAN sectoral dialogue partners, and we, of course, support the candidacy of Morocco as a non-permanent member of the UN Security Council for the term of 2028-2029. I cannot end my remarks without saying this. I love football, like millions of people around the world, and as good friends, I wish to congratulate your national team for reaching the semi-final of the World Cup last year. You are the first African team to reach that level of competition, and we will work together for the visit of my Prime Minister to Morocco. I thank you.